السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة كده على الماشي، عشان خاطر كنت عاملة مرجيحة صغيرة كده، المفترض انها الندى يعني بنتي. تمام، هقول لكم الفكرة بتاعتها ازاي لو حد حب ان هو يعملها في البيت عنده لاولاده يعني، او لنفسه عادي يعني مفيش مشكلة. تمام، زي احنا شايفين اهي في الصورة، احنا بناخد زي ماسورة كده صغيرة اللي هي بتاعت المية، بتبقى موجودة عند السباك تقريبا. فبتشوفي بتقيسي المقاس اللي هو موجود ما بين الطرقة المفروض اللي انتي بتدخلي فيها، عشان ما تكونش واضحة للناس اكتر، ويعني تبقى حاجة براحتها يعني، لو حبت تتمرجح او حبت تمرجح فيها اهي. بس بنخرم بقى بالشنيور هنا في الحيطة زي ما احنا شايفين كده، والحيطة بايظة ما شاء الله، بس مش مشكلة عادي، اهم حاجة الواحد يتمرجح ويظبط نفسه. اهي. وهنا برضو خارمين بالشنيور ومكسرين طبعا، مبهدلين الدنيا، ودخلنا ما بينهم الماسورة. ودي بقى يعني اللي هي نزلنا منها الحبل، اي نوع حبل برضو هتلاقيه عند، بس يكون متين يا ريت. شايفين نوعه عامل ازاي؟ حاجة مبططة اهي عشان خاطر يقدر يستحمل. وبصوا عاملينها مجوز. تمام، وبعد كده تحطي مخدة بقى زي ما انت، حاجات بدائية كده، حاجات بسيطة يعني بس. وده الفرق بينها وبين الارض طبعا. لازم اقف على قصدي لازم ندى تقف على كرسي عشان خاطر تتمرجح. فكرتها كمان ان هي ممكن تنفع ان احنا نلعب عقلة، لو ان احنا عايزين مثلا نطول اولادنا قبل سن 20 او 21 سنة. تمام، هيلعب عقلة عشان خاطر يطول. لو حد مثلا عنده ألم في الظهر، ممكن ان هو برضو يلعب العقلة عشان تشد الفقرات عنده وتحاول تخفف من الألم بتاع ظهره. وفي نفس الوقت برضو توفير للفلوس، بدل العيال اللي يقولك هات 20 جنيه يا بابا انزل اتمرجح. ليه يا ابني؟ ده احنا على ايامنا كنا بنتمرجح بربع جنيه وربع ساعة كمان، ونقول له النبي يا عم توصل. اهي قدامه من غير حجة، يتمرجح قدامك يظبط نفسه وبلاش كمان، واقعد عندها بدل ربع ساعة اقعد ساعة يا عم. وهي دي الفكرة بكل بساطة. يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله. باي باي، السلام عليكم.